ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة هنعمل بقى وصفة للحمة تحفة، هتاكلوا صوابعكم وراها. اللحمة كده دايبة وطعمها خطير بجد، يعني مش عايزة اقول لكم. بصوا اتنسفت تحفة جميلة. ممكن تقدموها مع الرز، ممكن تقدموها مع المكرونة، وممكن تعملوها تاكلوها بالعيش. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. بصوا الصوص معايا خطير. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجة عندنا معلقة كبيرة سمنة في طاسة سخنة جدا على النار. بنحط بقى شرايح اللحمة، وممكن تستعملوا لحمة مكعبات صغيرة عادي، مفيش مشكلة. هنقلبها بقى كده ونسيبها تاخد تحميرة حلوة. دلوقتي بتبتدي بقى اللحمه تنزل ميه خفيفه، بسيبها لحد ما تنشف ميتها خالص، واقلبها برضو مستمرين في التقليب. طبعا كل ده على نار عاليه جدا. نبتدي بقى ننزل بشرايح توم، يعني توم مقطعاه شرايح صغيره. بصوا وبرضو اللحمه بتاخد اللون الحلو ده. هننزل بقى ببصل مكعبات، عندنا بقى رشة فلفل اسود، كبابة صيني، حبهان محمص ومطحون، 7 بهارات، جوز الطيب. هنبتدي بقى نهدي النار عليها ونغطيها. بصوا بقى تتكرمل مع البصل والثوم، حاجة الريحة تحفة. برضو كل شوية كده نشيل الغطا ونديها تقليب. عندنا بقى مية مغلية هننزل عليها وناخدها، تسيبها تغلي كده وتشكشك. اول لما تبتدي احس ان اللحمه طريت خلاص ودخلت في السوا، هبتدي بقى انزل، هديها الملح، وانزل بقى بشرايح بصل وشرايح طماطم، بنرصهم كده على الوش ونغطي. احنا طبعا مهديين النار وسايبين اللحمه تتدمس بقى وتستوي براحتها على نار هاديه كده. بصوا بقى ما شاء الله، يا نهار ابيض على الريحه والطعم خرافي بجد. بجد لازم تجربوها، تحفه. كده استوت بقى ودايبه اللحمه، دايبه معايا والصوص يجنن. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناه. ونتقابل في وصفه جديده مع الشيف بطوطه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.